السلام عليكم الاخوان. شوفوا معايا اليوم اغرب سرقه تقدر تشوفها. واحد الطريقه اللي ولاو تنصبوا بها تقدر تكون قديمه ولكن في نفس الوقت مهمه. في نفس الوقت عاوتاني تنبغيو نحضروا بزاف ديال الناس اللي عندهم محلات بحال هاد. واحد الطريقه اللي ميمكنش هادوك الناس غيسدوا المحل باش يمشيو يوصل لهم. جا داك الراجل كبير في السن: السلام عليكم. السلام، انا غادي نصلي، واش الله يرحم لك الوالدين تخلي لي هاد الشنطه عندك؟ قال له مرحبا تفضل عمي. حطنا، قال له يلا نمشيو على بركه الله، نمشيو نصلي. شوفوا معايا المفاجاه شنو هي الاخوان. السيد فاش مشى معاهم، المفاجاه هي ان داك الراجل فاش دخل هذيك الشنطه فيها واحد طفل صغير. الطفل صغير غادي يخرج منها بحال دار. شوفوا الطريقه باش عيطلع في هذوك الكونطوار الاخوان، بحال الدري جاي مقرين منو متقصب. شوف غيمشي على المجوهرات الثمينه، تيمشي ديريكت للذهب، مع ان تبارك الله ديك الحانوت مفارقه بالمجوهرات، الله يبارك وزيد في ذلك. انتم كما كتشوفوا معايا خوتي، الدري موهوب في السرقه، فنان. شو الطريقه باش تيهز هذوك البياسات اللي ناضي، وتيهزها ضربه باش ميبينش، باش ملي يدخل الاب ديالو مع دوك المولين المحل يدخل ميشكوش. اصلا هما مبغاوش يهزو هذيك الهزه ديال يبقى يهز باش ملي يجيو يحلوا الحانوت غيبان لهم فراغات. لهذا كان كيهز ضربه من هنا ضربه من هنا حتى الدري ناضي. يقدر الله ولا يكون ما عارفش، ولكن انا تنقول الدري هذا 100% عارف علاش تلك الطريقه باش يشفر. راه ميمكنش رصدات وكاميرات ديال المراقبه، شوف التحركات كي دايره، ولكن الدري خطير. حتى الطريقه اللي داروا فنيه مساخيط الوالدين ولاو تينصبوا بهاد الطريقات. لهذا الاخوان ما تبقاوش تثيقوا. يجي عندك اي واحد يقول لك خلي عندك هادي ولا هادي، ما تثيقش، حيت ولا هاد الزمان كثر فيه النصيب والاستغلال النفوس الضعيفه. المهم نشوفوا خوتي، هو هز داكشي اللي قدر عليه، في نفس الوقت ما بغاش يبين، هو يرجع داكشي للحقيبه ويدخلوا يسد عليه. المفاجاه فاش يجيو، شوفوا كيفاش يحصلوا. حتى الدري خطير. شو هو زياد الحقيبه ليه تيخشي فيها داكشي كامل. حتى راه خطير. شو الطريقه اللي دار هذوك الطوال في عنقو باش ما يعمرش الحقيبه ويجي الزحام. حتى راه مسخوط هذا الدري صغير هذا فنان. شوف بعد المرور ديال هذاك الوقت اللي مشاو فيه صلى، شنو يوقع؟ هما جاو مالين المحل هما الوالا، هما دخلوا في حل ما كاين والو. شتي هما هنا لحد الان ما عايقين بوالو. هو كلم شكرا الله يرحم الوالدين، ما عايقين بوالو. هما يشوف هو عاد تسرات معاه، بدا يدور عينيه في الحانوت. شوف قال له حبس، قال له مالك شنو كاين، شنو واقع؟ يقول له نقلب هذيك الحقيبه، يقول له لا. قال له الاخر ناقصني الذهب هنايا. قال له شنو فيها؟ شو المفاجاه شنو هي؟ ساعه يفتح حيط دما هو تيقول له لا، واش ما تايقش فيا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو تصدم، دار فيها راه مؤمن. شوف ترى مساخيط نيشان. شنو يدير معاهم هاد مول المحل؟ هو بدا تيشتم فيهم، شوف بدا تيتبوح. ولهذا الاخوان تنوصي اي واحد ما باقيش يثيق، لا ثقه في عتيق. هاد الناس هادو راه صعاب. كاين بزاف ديال الطرق ولاو تنصبوا بهم اللي ما تيخطروش البنادم في البال. الطريقه اللي دار هذا حيلة ذكيه، وفي نفس الوقت الاخوان تنوصي اي واحد مابقاش يثيق اي واحد. راه بعض المرات يكون بنادم تنعرفوه وتنصب عنه. لهذا الاخوان نقدر نقول لكم هذا الفيديو هذا راه فيه توعيه واستفاده، ونتمنى من الاخوان يبارطاجيو هذا الفيديو كي تعم الفائده باش واحد اخر اللي ما عارفش هذه القضيه يستافد منها. المهم كان معكم اخوكم عبد اللوكا، والتحياتي.